صوت الأجيال. محمد عبده بقلم خالد سالم. في زقاق ضيق بالدرعية القديمة جلس الطفل محمد عبده على عتبة بيت جده يستمع إلى أصوات الباعة وهم ينادون على بضائعهم. كان صوته الصغير يردد ألحانهم بطريقة عفوية دون أن يدرك أن هذا الصوت سيصبح يوماً ما أسطورة الطرب العربي. الشرارة الأولى. في عام 1960 وقف محمد البالغ من العمر 19 عاماً أمام مدير الإذاعة السعودية، قلبه يخفق بقوة. كانت أول تجربة له في التسجيل، وكانت أغنية لا تلوموني التي كتبها الشاعر عبد الرحمن العاصم. عندما انطلق صوته الشجي يملأ الأستوديو صمت الجميع في دهشة. لم يكونوا يعلمون أنهم يشهدون ولادة فنان العرب. رحلة ال1000 ميل. مرت السنوات وتوالت الأعمال الخالدة. في ليلة شتوية من عام 1981 جلس محمد عبده في منزله بجدة يعيد الاستماع إلى تسجيل أغنيته الجديدة الأماكن. كان الشاعر إبراهيم خفاجي قد كتب له كلمات تلامس أوتار القلب، والملحن سراج عمر قد وضع لحناً يرقص مع الكلمات رقصة سحرية. الأماكن مشتاقة لك والأيام عايشة فيك. كان يعلم أن هذه الأغنية ستصبح علامة فارقة في تاريخ الأغنية السعودية والخليجية. أسطورة المسرح. في مهرجان الجنادرية عام 1995 وقف محمد عبده على المسرح أمام آلاف المحبين. كان سيؤدي جيتك أشكي للشاعر بدر بن عبد المحسن. عندما بدأ العود ينساب بين أصابعه وصوته يرتفع محلقاً في سماء الليل الصحراوي، شعر الجميع وكأن الزمن قد توقف. جيتك أشكي، جيتك أبكي، جيتك أستغفر ذنوبي. كانت تلك اللحظة تجسيداً حقيقياً لقدرته على الوصول إلى أعماق النفس البشرية. التجديد المستمر. لم يكتفي محمد عبده بالأسلوب التقليدي، بل سعى دائماً للتطوير. في أوائل الألفية الجديدة تعاون مع الموسيقار طلال مداح في أغنية ودعت الليل، مما خلق مزيجاً رائعاً بين الأصالة والمعاصرة. كما قدم العاصمة وأنا مشتاق التي أصبحت من أشهر أعماله. الخلود في القلوب. في عام 2018 احتفلت المملكة العربية السعودية بمحمد عبده في حفل كبير بمناسبة اليوم الوطني. وقف أمام جمهور من مختلف الأجيال يؤدي أنا مشتاق بصوت لا يزال يحتفظ بقوته وسحره رغم مرور عقود. نظر إلى الجمهور وابتسم. كان يرى في عيونهم حب الأجيال الثلاثة التي عاشت معه الرحلة الفنية الطويلة، من أغنياته الأولى مثل لا تلوموني والأماكن، مروراً بالإبداعات الخالدة مثل جيتك أشكي وودعت الليل، وصولاً إلى أعماله الحديثة. الخاتمة. في تلك الليلة عاد محمد عبده إلى منزله حاملاً معه ذكريات نصف قرن من العطاء. جلس في مكتبه ونظر إلى صور رحلته الفنية الطويلة، علبة العود القديمة، الجوائز المتراكمة، وأهم من ذلك كله رسائل المحبين من جميع أنحاء العالم العربي. كان يعلم أن صوته لم يكن مجرد نغمات، بل كان جسراً يربط بين القلوب ولغة تتحدث بها المشاعر الإنسانية. من الدرعية إلى العالم العربي، من طفل يغني في الأزقة إلى فنان العرب، كانت رحلة محمد عبده قصة حقيقية عن قوة الموهبة والإصرار والحب. وفي سكون الليل تناول عوده وعزف نغمات خافتة، وكأنه يحاور النجوم في السماء، حاملاً معه أحلام جيل كامل نشأ على صوته الساحر. صوت الأجيال.
الأجيال. محمد عبده بقلم خالد سالم. الفن رسالة والفنان رسول، ومحمد عبده كان دائما أمينا على هذه الرسالة. وحاوم طيور السماء حوم نشوان، حاوم طيور السماء حوم نشوان، واسيل الوديان دمعي حزيني، قالت من انتو قلب مجموعة انسان، من كل ضد تلقين فينا فرح وحزان، أضحك ودمعي حاير وسط عيني. عيني اللي يمنع من الورد بستان، من الورد بستان، وفي عيني الإسرى عجاج السنين، عجاج السنين، تهزمني النجلة وانا ند فرسان، وانا ند فرسان، طاعوني والمحبة بيني، والمحبة بيني، في عيني اليمنى من الورد بستان، من الورد بستان، وفي عيني اليسرى عجاج السنين، عجاج السنين، تهزمني النجلة أنا ند فرسان، أنا ند فرسان، واخفي طعوني والمحبة تبيني. في عيني اليمنى من الورد بستان، وفي عيني اليسرى عجاج السنين، في عيني اليمنى من الورد بستان، وفي عيني اليسرى عجاج السنين، تهزمني النجلة وانا ند فرسان، تهزمني النجلة، تهزمني النجلة وانا ند فرسان، في عيني اليمنى من الورد بستان،
وفي عيني اليسرى عجاج السنين تهزمني النجلة وانا ند فرسان واخفي طعوني والمحبة تبيني تهزمني النجلة وانا ند فرسان تهزمني النجلة وانا ند فرسان واخفي طعوني والمحبة تبيني في عيني اليمنى من الورد بستان وفي عيني اليسرى عجاج السنين تهزمني النجلة وانا ند فرسان واخفي طعوني والمحبة تبيني في عيني اليمنى من الورد بستان من الورد بستان أو في عيني